You have to take care of your mother. يا حازم عايز اقول لك مثلا يجب ان تصلي. Oh Allah the Almighty. You must pray. يجب ان تفعل واجبك. لا بس بلاش كده، خليها سيبها، خليها صعب عليك شويه. هو يجب عليه ان يفعل واجبه. He has to صعب. homework. لا يا سيف، have to لازم يجي وراهم ايه؟ فعل في المصدر، فما ينفعش تقول he has to homework، تبقى he has to do his homework. طب وانت عارف انت بتجيب الفعل بتاعك ايه يا حازم؟ المصدر برضه. المصدر هو كمان يبقى must و have to. طيب افرضوا بقى يا ولاد عاوزين نتكلم في الماضي، كان يجب عليك تعمل كذا. انا هسأل سيف الاول، لو انا يا سيف عاوز اجيب اقول كان يجب عليها ان تصلي. She had to pray. لا 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 مش معنى انت صح وانت طبعا. لا She had to pray. انت شفت الارض بتاعته بريك. احنا هنا مش بنهتم بالبرونسيشن او بحاجه، احنا بنهتم بالجرامر وعايزين نتفهه اكتر ما يمكن عشان الناس بالنسبه لها معقد الموضوع ده، فاحنا قلنا بشكل تافه الناس ايه فهمت الفكره. يلا يا سيف، احنا كنا قلنا ايه؟ الماضي بتاع have to ايه؟ had to. شاطر يا سيف. طب والماضي بتاع has to بقى؟ الماضي بتاع has to had to برضه. ايه يبقى يا جماعه have مش to عايز اللانش بوكس يا ماما. have to has to الماضي بتاعهم ايه؟ had to. في حاجه في البرونسيشن، احنا زي ما كناش هندخل في البرونسيشن في النطق، بس في حاجه مهمه جدا وهي ايه؟ ان had to مش بنقولها had to، لان صوت الدي قريب من صوت الدي، فبنشيل صوت الدي بتاع had وبننطقها على طول، فبنقولها ايه؟ had to على طول. طب حازم السؤال ده صعب عليك، الماضي بتاع must ايه؟ had to برضه. يا ابن الذين كنت هحسبك هتقول must. had to برضه. شاطر يا حازم، الماضي بتاع must برضه had to. وده يثبت لنا ان have to بتساوي must و has to بتساوي must. طب ايه بقى اللي مش بيساوي بعض؟ ثانية واحدة، فين ورقتي يا عمر؟ هجيب لك ورقتك يا سيف. هي الناس بجد اللي ما تعرفناش وشافتنا مش هتتقبل مننا، ده هتكرهنا جدا والله ولا عارفين. طيب دلوقتي عندنا ورقتين، حازم هياخد دي وسيف هياخد دي. ورقتي فيها كلام اكتر. احنا ليه بنتكلم كده في الفيديو ده؟ عشان عمر جابرنا ورب الكعبة. لا وكمان سبب تاني والله، عشان نبين لكم ان الجرامر سهل قوي. ايوه دي هحطها. لا وان عمر سمج قوي. عشان في كومنتات جات لنا الفتره اللي فاتت لناس لسه داخله صفحه جديده اللي هو مكتشفاها جديد، بتقول ايه العيال الرخمه اللي عامله فانها في ثالثه ابتدائي دي عشان بنعمل الكرتون وكده ومش فاهمين. فانت بقى تثبت لهم بقى ان احنا فعلا ده ازاي. خلوا كانوا 10 هيلغوا الفولو بتاعهم وانت خسران، انت مش كسبان، هيقعدوا. يا اصل انا ما بدورش على الفولو يا حازم، انا بدور على الجمهور. عمر انت كذاب. انا بيفرق معايا قوي الناس اللي بتحبنا والناس اللي بتحبنا انا بكح عشان بكسب. طيب لو حبينا ننفي ماست يا حازم هننفيها ازاي؟ ماسن. ولو حبينا ننفي has to او have to يا سيف بننفيها ازاي؟ don't او doesn't have to. شاطر يا سيف، انا مبسوط بيك قوي. ماست احنا قلنا ان هي بتساوي have to و has to. جدع. لكن النفي بتاع must which is mustn't مش بيساوي النفي بتاع have to، وهنا المعضلة. ليه بقى يا ولاد؟ الفرق بين mustn't و don't have to هو نفس الفرق برضه بين حازم وسيف. لما كانوا مثبتين كانوا حلوين وبيلعبوا وبيهزروا ومبسوطين زي التحديات اللي انتوا بتشوفوها، لكن برضه لما بيتخانقوا وبيزعلوا وبيتنرفزوا حازم بيبقى mustn't وسيف بيبقى don't have to. يعني ايه؟ يعني هي بالظبط الفرق ما بين الاتنين دول هو نفس الفرق بين شخصيات. لما بتتضايق بتتعصب وبتتنرفز وبتزعق وبتقرفنا في عشتنا زي دلوقتي يا جماعه ورب الكعبه لو ما انجز. بس هنمنتج بقى الحته دي. لكن سيف لما بيتنرفز بيبقى بارد وعادي ومستفز وبيكرهنا في عشتنا، فهو ده نفس الفرق، ان ده ستريكت شويه ده حازم شويه لكن ده مش حازم قوي. فهمت الفكره؟ ده معناه يا شباب ان mustn't اقوى من don't have to. must بتساوي have to ولكن mustn't اقوى من don't have to. يعني مثلا لو هنيجي نقول rules او قانون هنقول mustn't ولا don't have to؟ ماسن. عشان ايه؟ مش جدا نزل ايوه جامد، حلو تلقائي. عشان mustn't اقوى. لو جينا بقى نقول يعني ما كانش لازم اللي هو مش فارقه قوي، فاهم؟
don't have to. شاطر يا سيف. طب انا هقول لكم شويه امثله وتترجموها لي. يجب عليك الا تدخن في المستشفى. بس لكن بره عادي. You mustn't smoke in the hospital. طيب شاطر يا حازم. هي طيب عايزين نيجي نقول مش لازم تدفع لي حق الشاي. You don't have to pay for the tea. هو لا يجب ان يركن هنا. He mustn't park here. نزل البتاع خليك روش. نسيت. He mustn't park here. بارك هير. هو مش لازم يذاكر النهارده فانه الويك اند. انا نسيت. نزل يلا. He doesn't have to study today because it's the weekend. اتس ذا ويك اند. شاطر يا سيف، شاطر يا حازم، انا مبسوط بيكوا جدا. فاحنا اكتشفنا من الاخر ملخص الفيديو ان احنا اسمك 3 على تشوفوهم في حياتكم. ان ماست بتساوي هاف تو، لكن بجد؟ mustn't مش بتساوي doesn't have doesn't او don't have to. وده معناه ان الاثبات بيساوي بعض لكن النفي مش بيساوي بعض. يجي لك بشكل عام ممكن المدرسين او في المدرسه عندك يقول لك ان الاثنين بيساووا بعض. وعلى فكره ده مش في مصر بس، ده في العالم كله. على فكره الناس عندها عقده في الجرامر في الحته دي. في الجرامر حتى ساعات ممكن يجيب لك فرق بين must و have to، ولكن في الحقيقه هو مفيش فرق. وفي اللغه الدارجه مش الدارجه بس، حتى في اللغه البروفيشنال لو انت تيجي تتكلم مع حد مفيش فرق بين must و have to. احنا بنحب نعقد نفسنا. لكن doesn't have to و mustn't في فرق. mustn't عامله زي حازم و doesn't have to او don't have to عامله زي سيف. ده حازم في حازم، ده سيف. فمش حازم. شكرا يا اسطى.